السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع شرح الدرس الأول بعنوان القوة والأسس. طيب، قبل ما نبدأ الدرس عايزين نراجع شوية حاجات قديمة كنا خدناها في 6 ابتدائي. وأهم الحاجات دي مثلا لما كان يجيلي الشكل ده اللي هو 5 أس 3، دي معناها إيه؟ دي معناها إن أنا همسك الخمسة أضربها في نفسها 3 مرات، يعني 5 في 5 في 5. ممتاز. طيب، كنت عايز أعرف ده كان اسمه إيه وده كان اسمه إيه. الخمسة كان اسمها الأساس، التلاتة كان اسمها الأس، ودايما كانت تقرأ 5 أس 3، 5 أس 3. وكنت بقدر أجيب قيمتها عادي، إن أنا برجع أفكها، ولو أنا حافظ الشكل ممكن أطلع قيمته. ف5 في 5 في 5 ب125. يعني لو جه في مسألة تاني قالك 2 أس 4، دي عبارة عن إيه؟ هتقول له هي عبارة عن 2 في 2 في 2 في 2، وتطلع قيمتها عادي اللي هي تطلع كام؟ 16. ممتاز. طيب، درسنا دلوقتي بيتكلم معانا على نفس الفكرة بس بالعكس، اللي هو إيه؟ أنا لو جيت قلت لك 3 في 3 في 3 في 3، دي أقدر أكتبها بشكل إيه؟ قلت لي هي كلها تلاتات، تبقى 3 واحدة. هما كام واحدة؟ 1 2 3 4، تبقى 3 أس 4. جميل. طب أنا لو جيت قلت لك -2 في -2 في -2 في -2 هتقول لي سهلة، هم كلهم -2، فدي -2 وهي متكررة كام مرة؟ 1 2 3 4 5، تبقى -2 أس كام؟ أس 5. جميل. ده معناه إن الأساس 2 متكرر 5 مرات، معناه إن الأساس -2 متكرر كم مرة؟ 5 مرات. طب ناخد مثال كمان. 3 في 3 في إيه في إيه في إيه. هتقول لي إيه ده؟ هي مالها متقسمة كتير كده ليه؟ أقول لك مفيش فيها أي مشكلة، إحنا ناخد دول مع بعض وهناخد دول مع بعض. أدي ال3 متكررة كم مرة؟ مرتين، تبقى 3 أس 2. في أدي الإيه متكررة كم مرة؟ 3 مرات، يبقى إيه أس 3. بس دي إن شاء الله ما فيهاش مشاكل. طب ناخد حاجة كمان. لو جه قال لي -إكس مضروب، خلينا بقى نميز شكل الإكس عشان هيجيب لي بقى إيه، يبدأ يكتب لي إكس وهكذا. -إكس مضروبة في -إكس مضروبة في 5/9 مضروبة في 5/9 مضروبة في 5/9. ده هتساوي إيه؟ فأنا جيت بصيت لقيت 5/9 متكررة 3 مرات، وقمت قايل 5/9 الكل أس 3 مضروبة في -إكس متكررة كم مرة؟ مرتين، تبقى -إكس أس 2. دي فيها مشاكل؟ إن شاء الله ما فيهاش مشاكل. جميل جدا. نيجي بعد كده بيقول لي اوجد قيمة كل من. أوجد قيمة إيه يا عمنا؟ قال لك 2 أس 3، بعد كده -4 أو -3 أس 4، بعد كده -نص أس 5. سهل. تعال نحسب. يلا بينا. تعالى دلوقتي نجيب له 2 أس 3. 2 أس 3 يعني إيه؟ يعني 2 في 2 في 2. 2 في 2 ب4 في 2 ب8. جميل. -3 أس 4 بكام؟ هتبقى -3 في -3 في -3 في -3. ونحسبها واحدة واحدة. سالب في سالب بموجب، سالب في سالب بموجب، يعني كده ما عنديش سوالب. 3 في 3 ب9، 3 في 3 ب9، 9 في 9 ب81.
ممتاز. سالب نص أس 5 أدي سالب نص في سالب نص في سالب نص في سالب نص في سالب نص. جميل. سالب مع سالب بموجب، سالب مع سالب بموجب، هيتفضل لي سالب واحد أنزله أهو. بعد كده نص في نص بربع، نص في نص بربع، وادي النص اللي فاضل. يلا بينا. السالب زي ما هو، ربع في ربع، 1/16، وادي النص اللي فاضل. 1/16 في 1/2، تطلع -1/32. -1 على كام؟ على 32. وكده تكون مسألتنا دي طلعت صح، مسألتنا دي طلعت صح، مسألتنا دي طلعت صح. جميل. نيجي بعد كده نعرف ازاي اقدر اجيب تحليل لعدد معين. ازاي اقدر اعمل ايه؟ تحليل لعدد. طيب، اول حاجة مثلا خلينا نبدأ بحاجة بسيطة. التمانية اقدر احللها لايه؟ والله جيت قلت لي هحللها ل2 في 4، قلت لك بس كده، وقعدت تفكر شوية قلت لي ما انا اقدر افك ال4 دي كمان ل2 في 2. طيب، لو جيت قلت لك 27 تتحلل ليه؟ لو قلت لي 3 في 9، قلت لك بس كده، قلت لي لأ، ده أنا أقدر أفك ال9 دي كام؟ 3. أقدر أفك ال9 دي كمان مرة لكام في كام؟ 3 في 3. طيب، لو جيت قلت لك عايز أفك ال18، هتقول لي ال18 عبارة عن 3 في 6. طيب، 3 زي ما هي، ال6 بتتفك تاني، تتفك تاني ل2 في 3. كده خلصت ال18. طب أنا لو جيت قلت لك عايز فكة ال24، هتقول لي ال24 عبارة عن 4 في 6. ده ال4 بتتفك ل2 في 2، وال6 بتتفك ل2 في 3. يعني قدرت أفك. جميل. قال لك إيه بقى؟ قال لك كل اللي أنت كتبته ده تقدر تكتبه بشكل الأسس، ده وده وده. هكتبه إزاي بشكل الأسس؟ ده الموضوع شكله طلع كبير. ولا كبير ولا حاجة، تعالى نفهم مع بعض. هنا ال8 لقيتها 2 في 2 في 2، يعني تقدر تقول إن دي 2 متكررة 3 مرات، يعني 2 أس 3. طب ما الموضوع طلع سهل. هنا 3 في 3 في 3، تقدر ترجع تقول إن هي عبارة عن 3 أس 3. جميل. هنا 3 في 2 في 3، الاتنين ما اتكررتش زي ما هي. ال3 متكررة مرتين، يعني 3 أس 2. طيب ال24 2 في 2 في 2، يعني 2 متكررة 3 مرات، والتلاتة مرة واحدة فتبقى التلاتة زي ما هي. يعني أنا أي عدد أقدر أكتبه في شكل عدد ليه أس بالشكل ده، أقدر أحوله لعدد ليه إيه؟ أس بالشكل ده. طب أنا دايما لما باجي أحلل بحلل لإيه؟ دايما لما باجي أحلل بروح أحلل بالنسبة لمجموعة الأعداد الأولية. مين هي مجموعة الأعداد الأولية؟ هي مجموعة الأعداد اللي ما بتقبلش الاسم غير على نفسها وغير على الواحد، اللي هي كانت مين؟ بالشكل ده كده: 2 و3 و5 و7 11 13 17 19 وهكذا. طب إحنا يا مستر عشان لسه صغيرين في المنهج بتاعنا هنحتاج نحلل لحد إمتى غالبا؟ أي عدد أنت هتحلله مش هيطلع بره ال3 أرقام دول، أو ال4 أرقام 5 أهو، مش هيطلع بره ال2 وال3 وال5 وال7 وال11. طب ادينا مثال، تعالى ناخد مثال كبير شويتين ونحله مع بعض. المثال بيقول لنا 300 تقدر تكتبها بشكل كام في كام؟ والله ولد شاطر جه قام قايل لي يا مستر أقدر أكتبها بشكل 3 في 100. قلت له ممتاز، حد يقدر يبسط كمان؟ جه ولد تاني قال لي يا مستر أقدر أكتبها 3 في 10 في 10. قلت له ولد جدع. جه واحد تاني قال لك أقدر أجي أكتبها 3 والعشرة الأولى زي ما هي وأخلي العشرة التانية 2 في 5. قلت له جدع. جه واحد تاني قال لي هسيب ال3 وهاخد اللي زميلي قاله 2 في 5 وأضربها كمان 2 في 5. حلو. هنا لما نيجي نبص على الشكل ده، لقيت ال3 و2 و5 و2 و5،
هل فيهم حاجة تقدر تتفك تاني؟ جه الولد قال لي لأ يا مستر. قلت له بس خلاص، يبقى دلوقتي نقدر نيجي نكتبها في شكل أسس. 3 زي ما هي عشان ما اتكررتش، ادي الاتنين وادي اتنين تاني، وتبقى الاتنين اتكررت مرتين، وادي الخمسة وادي خمسة تاني، يبقى الخمسة اتكررت مرتين. يبقى ال300 هي عبارة عن 3 في 2 أس 2 في 5 أس 2. فيها أي مشكلة؟ إن شاء الله ما تكونش فيها أي مشكلة. طب تعالى ناخد مثال كمان. المثال اللي جاي مثال سهل جدا. الرقم 64، وبعد كده هنحل 216، وبعد كده هنحل 180. يلا بينا. 64 عبارة عن إيه؟ 64 ولد جه كده قعد ساكت شوية، قال لي ال64 عبارة عن 8 في 8. قلت له جدع. قال لك حلو، والتمانية دي أنا أعرف إن هي كام؟ 2 في 4. فالتمانية الأولى 2 في 4، والتمانية التانية 2 في 4. جه ولد كمان قال لك طب ما الأربعة دي 2 في 2، تبقى 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2. إيه يا مستر الاتنين دي كلها؟ ما الاتنين في 2 دي اللي هي الأربعة دي، والاتنين في 2 دي اللي هي الأربعة دي، والاتنين دي أهي، والاتنين دي أهي. فأنا ما جبتش حاجة من عندي، يبقى الشكل كله أصبح اتنينات. وطالما الشكل كله أصبح اتنينات يعني أنا أقدر أكتبها اتنين واحدة، وهما كام واحدة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. تبقى اتنين أس كام؟ أس ستة. يبقى ال64 هي اتنين أس ستة. كلام جميل. تعال نحل اللي بعدها. 216 الواد قعد ساكت شوية، وقعد يقول لي ال216 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 ممكن تكون عبارة عن إيه؟ فطبعا ده عدد كبير على دماغك معرفتش تجيبه. قعدت تجرب على الآلة الحاسبة، لقيت إن هي عبارة عن 6 في 36. 6 في كام؟ في 36. ممتاز. الستة 2 في 3، وال36 6 في 6. طب ما الستة دي اللي هي 2 في 3 و2 في 3، تبقى 2 في 3 في 2 في 3 في 2 في 3. الله. طب ما هي زي اللي فاتت، التلاتة اهي واهي وهي اتكررت 3 مرات، تبقى 3 أس 3. والاتنين زيها اتكررت 3 مرات، تبقى 2 أس 3. ممتاز. 180. 180 قعدت أفكر، لقيت إن هي 10 في 18. بعد كده لقيت إن ال10 2 في 5، ولقيت إن ال18 2 في 9. حلو. الاتنين ما بتتفكش، الخمسة ما بتتفكش، الاتنين ما بتتفكش. طب التسعة 3 في 3. الله. ده أنا كده خلصت. أدي 2 وأدي 2، تبقى 2 أس 2. في أدي 3 وأدي 3، تبقى 3 أس 2. في وخمسة واحدة تنزل خمسة واحدة. يبقى كده لو جيت بصيت من الأول، ال64 هي عبارة عن 2 أس 6. 216 عبارة عن 3 أس 2 في 3 أس 3 في 2 أس 3. 180 عبارة عن 2 أس 2 في 3 أس 2 في 5. يعني أنا أي عدد أقدر أكتبه بشكل أعداد ليها أسس، بشكل أعداد ليها أسس. جه بعد كده في الدرس وسألني سؤال مهم جدا. قال لك لو أنا عندي العدد، آه القاعدة بيبقى اسمها إيه؟ عشان نبقى عارفين برضو اسم القاعدة اللي بنكتبها. هات لنا كده القلم الأسود. بيقول لك الأس الزوجي والفردي للأساس السالب. يعني الكلام ده كبير جدا. قال لك لو أنت عندك سالب إيه أس إم، وجه مسك الإم دي كده نزل منها سهمين. قال لك لو الإم عدد موجب، وقال لك لو الإم هو مش عدد موجب، هو ممكن نقول إن هو عدد موجب زوجي، وهنا عدد فردي. انت قاعد ساكت شوية، قمت رايح سألتك، قلت لك يا مستر هو ايه الأعداد الزوجية وايه الأعداد الفردية؟ أنا نسيتهم.
قلت لك عادي، الأعداد الزوجية اللي هي 2 4 6 8 وهكذا، جدول الضرب بتاع 2 يعني. طب وإيه هي الأعداد الفردية؟ قمت ساكت شوية وقلت لك هي الواحد، التلاتة، الخمسة، السبعة، والتسعة وهكذا. ممتاز، يعني دي الأعداد الزوجية ودي الأعداد الفردية. قال لك إيه بقى؟ قال لك لو الإم ده عدد زوجي فسالب إيه أس إم هتتحول لإيه أس إم، ولو عدد فردي سالب إيه أس إم هيتحول لسالب إيه أس إم. إزاي؟ أنا مش مقتنع، تعالى نثبت الكلام ده. طيب، جيت قلت لك إيه الفرق ما بين سالب 3 أس 2 وسالب 3 أس 2؟ هتقول لي مفيش فرق، ده الاتنين شبه بعض جدا. أقول لك لأ، خد بالك بقى. سالب 3 أس 2 جوه القوس، يعني أنا دلوقتي بقول لك إن ده الأساس بتاعك هيتكرر مرتين. يعني هتيجي تقول لي سالب 3 في سالب 3 وسالب في سالب بموجب، و3 في 3 ب9. ما أنا عارف إن ال9 دي اللي هي مين؟ 3 أس 2. الله، ده سالب 3 أس 2 جوه القوس طلعت 3 أس 2 بره. طب التانية سالب 3 بس التلاتة بس اللي أس 2، فقال لي السالب زي ما هو، و3 أس 2 دي كأنك بتكرر التلاتة لوحدها، فهتقول لي إن هي سالب 3 في 3 تطلع سالب 9. الله، ده دي طلعت غير دي. أقول لك طب ما هو الكلام ده منطقي. ليه؟ لأن أنا جيت هنا الأس زوجي، الأس زوجي، وأي أس زوجي بيطير السالب، أي أس زوجي بيطير السالب لو الأس كان على القوس كله. يعني خد بالك، لما أجي أقول لك سالب 8 الكل أس 2، أو سالب، خلينا بقى نقول بقى مثلا سالب أحمد الكل أس 4، فإيه بقى ده؟ حلو، هو ده زوجي ولا فردي؟ زوجي. الزوجي طالما هو على قوس ما بيحبش السالب فبيطير السالب. ده زوجي ولا فردي؟ زوجي. طالما زوجي وهو على قوس فما بيحبش السالب، فدي تطلع 8 أس 2، دي تطلع أحمد أس 4 بالشكل ده. حلو، يعني الأس الزوجي بيطير السالب اللي تحت. طب لو كان أس فردي، تعال نجرب، احنا مش خسرانين حاجة. لو جيت قلت لك نفس المثال اللي فات، سالب 3 الكل أس 3، واللي بعدها سالب 3 أس 3 بالشكل ده، جيت قلت لي تعال نجرب. سالب 3 أس 3 يعني ده معناه إن أنا هكرر السالب 3 3 مرات، فسالب 3 في سالب 3 في سالب 3 بتساوي، تعال نشوف. قال لك سالب مع السالب راحوا، اتفضل سالب واحد يطلع بره، وتلاتة في تلاتة في تلاتة يعني تلاتة متكررة 3 مرات تبقى سالب 3 أس 3. الله، ده الشكل ده طلع هو ده. طب استنى تعالى نشوف اللي بعده كده. قال لك سالب 3 أس 3، يعني معناه إن أنا السالب ده ماليش علاقة بيه، والتلاتة هكررها 3 مرات، فسالب 3 في 3 في 3. طب ما هو السالب زي ما هو، وتلاتة في 3 في 3 معناها 3 أس 3، يعني ده معناه إن الأس السالب ما بيزعلش لما يكون موجود، أو الأس الفردي ما بيزعلش لما يكون موجود تحت سالب. يعني أنا دلوقتي أقدر أجي أكتب الاتنين وأفرق ما بينهم كويس جدا. إزاي؟ لو جيت قلت لك سالب 3 أس 2 بتساوي، لكن سالب 3 أس 3 بتساوي. حلو، جه الولد الشاطر اللي لسه مركز معايا من شوية قال لك يا مستر الأس ده زوجي ما يحبش السالب، فتطلع 3 أس 2 من غير السالب. الولد اللي جنبه واد مركز جدا زيه قال لي يا مستر الأس ده فردي فما عندوش مشكلة مع السالب فبينزل بالسالب عادي. ممتاز، الولد ده صح والولد ده صح، والاتنين ياخدوا 10 من 10 ونجمة. ممتاز. طيب، ناخد شوية أمثلة. تعالى ناخد شوية أمثلة. يبقى خلاصة الكلام تاني، لو الأس زوجي فالزوجي بيطير السالب، والأس الفردي ما عندوش مشكلة مع السالب بيطلعه عادي. حلو، ناخد مثال.
-5 الكل أس 3. -5 أس 2. -5 أس 2. إيه ده؟ هما مالهم شبه بعض كده ليه؟ ولا شبه بعض ولا حاجة. تعالى نركز مع بعض. ال3 تحتها قوس، صح؟ صح. تعالى نبص، ال3 ده فردي فردي، يبقى ما عندوش مشكلة مع الأس أو ما عندوش مشكلة مع السالب، فيطلع السالب تبقى -5 أس 3. وأروح أكتب على الآلة الحاسبة 5 أس 3 تطلع 125، تبقى -125. هنا الولد قال لي في قوس، والأس ده زوجي، فالزوجي ما بيحبش السالب، فيطلعها 5 أس 2. 5 أس 2 25. ممتاز. الولد جه هنا قال لي مفيش قوس، يعني السالب زي ما هو، و5 أس 2 ب25. الولد ده صح والولد ده صح والولد ده صح. كده تمام. ناخد مثال تاني. نقول بقى بسرعة الكلام الجميل. -2 أس 5 -2 أس 4 -2 أس 4. يلا بينا. يلا بينا. هنا الأس فردي فينزل السالب عادي، تبقى -2 أس 5. هنا الأس زوجي يعني ما بيحبش السالب، يعني هتطلع 2 أس 4. وهنا مفيش قوس فالسالب زي ما هو، و2 أس 4 زي ما هي. واحسب 2 أس 5 على الآلة تطلع -32. هنا تطلع 16. هنا تطلع -16. وبعد ما خلصنا التلات شباب حلوا مسائلهم صح. 16 صح، -16 صح، -32 صح. ممتاز. نيجي ناخد مثال. قال لك ايه؟ قال لك لو انا جيت قلت لك ان انت عندك قيمة ال A ب3 وقيمة ال B ب-1. جميل. والC بتساوي 2. اوجد القيمة العددية لكل من. أول مسألة لما أجي أقول لك A تربيع زائد C تكعيب، قلت لي هروح أعوض. بس أقول لك على حاجة، طالما أنا مديلك هنا رمز فأنت بتشيل الرمز وتحط مكانه قوس. تربيع زائد القوس تكعيب. القوس ده A كان مكانه 3، القوس ده C كان مكانه 2. 3 أس 2 ب9 زائد 2 أس 3 ب8 تطلع كام؟ 17. ممتاز. طيب اللي بعدها قال لي A تربيع ناقص 2AB. نفس الكلام يا مستر. هنعمل ايه؟ هنشيل ال A ونحط قوس تربيع، وال A قيمتها ب3 ناقص 2. هشيل ال A واحط قوس واشيل ال B واحط قوس. ال A مكانها 3 وال B مكانها -1. تعال نجيب القيمة يلا. 3 أس 2 ب9 ناقص 2 في 3 في -1. -2 في -1 بموجب، يعني دي تطلع 9 زائد 6، لأن 2 في 3 ب6 وسالب في سالب بموجب. 9 و6 15. 9 و6 15. ناخد واحدة كمان. إيه السؤال بيقول لي إيه ناقص B الكل أس C. عادي ما فيهاش أي مشكلة ولا فيها أي حاجة تضايق. ال A كانت بكام؟ 3 وال B كانت بكام؟ ب-1. الكل أس C اللي هي كانت بكام؟ ب2. يلا بينا. سالب في سالب بموجب، تبقى موجب 1. 3 زائد 1 4. وادي أس 2. 4 أس 2 بكام؟ 16. لحد هنا إن شاء الله أتمنى إن هو ما يكونش فيه أي مشاكل. نيجي بقى نتعلم قاعدتين مهمين جدا. القاعدة الأولى، هو الدرس الأولاني كبير شوية فنركز مع بعض معلش. القاعدة الأولى اسمها الأس الصفري. القاعدة الأولى اسمها الأس الصفري، والقاعدة التانية اسمها الأس السالب. يعني الكلام ده مش فاهم حاجة، وكده الكلام بدأ يكبر وأنا بدأت أصدع.
ما تقلقش. الأس الصفري ده سهل جدا. قال لك لو جبت لك أي حاجة قلت لك أس صفر هتقول لي دايما بواحد. قاعدة ثابتة، قاعدة ثابتة. طب الإيه دي بتنتمي لمين؟ قال لك الإيه دي هي أي عدد في الدنيا ما عدا الصفر. يعني الإيه لا تساوي صفر. يعني عشان ما تنفعش تيجي تقول صفر أس صفر، الكلام ده غلط. فأنا دايما هاجي أقول لك أي حاجة في الدنيا أس صفر. يعني يلا بينا ناخد الحتة دي. 3 أس صفر بواحد. 4 أس صفر واحد. 6 أس صفر واحد. يلا. علي أس صفر بواحد. محمد أس صفر بواحد. أحمد أس صفر بواحد. يبقى أي حاجة أس صفر قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد. قاعدة الأس الصفري إن شاء الله تكون سهلة. طب قاعدة الأس السالب. قاعدة الأس السالب جه بيقول لك لما تشوف في الأس عدد سالب نزله المقام. لما تشوف في الأس عدد سالب نزله المقام. يعني إيه؟ يعني أنا لو جيت قلت لك إيه أس سالب إن، هتقول لي دي عبارة عن واحد على إيه أس إن. مش فاهم. لو جيت قلت لك 3 أس سالب 2، فدي عبارة عن إن أنت هتيجي تقول لي إن هي واحد على 3 أس 2. الأس السالب يعني معناه إن هو طلع من المقام. طب لو هو موجود بالشكل ده هنزله المقام تاني. هنزله المقام تاني. طب تعال هنيجي نقول لو جينا مثلا نقول 5 على 9 أس سالب واحد. حلو. 5 على 9 أس سالب 1 يعني هنزلها المقام. أدي 5 على 9 أس واحد. أس واحد يعني خلاص مش محتاج إن أنا إيه أكتبه يعني. جميل. طيب وبعدين أنا عندي كسر في المقام وعندي فوق واحد، فأنا عندي قاعدة جميلة اسمها مقام المقام بيطلع بسط. فالقيمة دي تطلع كام؟ 9 على 5. ناخد سؤال كمان. لو جه قال لك 7 على 8 أس سالب 3. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا عندي واحد على 7 على 8 أس 3. ممتاز. طب ما هو أنا لما يبقى عندي بالشكل ده أقدر إن أنا أقول مقام المقام يطلع بسط وأقول له إن دي 8 على 7 أس كام؟ أس 3. أس 3. أو أنا أديك حاجة سهلة تبسط بيها الموضوع على نفسك. لو لقيت إن ده أس سالب واللي جوه كسر، شيل السالب وشقلب اللي جوه. شيل السالب وشقلب اللي جوه. ايه ده الحتة دي انت قلتها بسرعة. تعالى ناخدها تاني. تلت أس سالب 2. يلا بينا نراجع الكلام اللي أنا لسه قايله. الأس سالب وجوه كسر هنعمل ايه؟ هنشيل السالب نخليها 2 ونشقلب اللي جوه. نشقلب اللي جوه 3 على 1. 3. ايه ده بس كده؟ بس كده. ناخد واحدة كمان. ناخد واحدة كمان. يلا. 5 أس سالب 2 بتساوي. يلا بينا. هنعمل ايه؟ هنشيل السالب ونشقلب اللي جوه. اللي جوه ده اما تيجي تشقلبه يبقى 1 على 5. فيها مشكلة يا صاحبي؟ ان شاء الله ما يكونش فيها اي مشاكل. تعالى ناخد كام سؤال بسرعة وان شاء الله نبقى ننزل حل التقييم. يلا بينا. بيقول لك -4 أس صفر بتساوي نقط. -5 إيه أس صفر بتساوي نقط. 4 على 9 في -2 أس -2 بتساوي نقط. -2 على 3 أس 3 بتساوي نقط. يلا بينا نحل شوية المسائل الجميلة دي. يلا. الصفر على القوس كله أي حاجة أس صفر قلنا بكام؟ بواحد. يلا بينا. هنا -5 في إيه أس صفر. -5 زي ما هي. إيه أس صفر دي بكام؟ بواحد. -5 في واحد -5. يلا بينا. لقينا أس سالب. قلت هشيل السالب وأشقلب اللي جوه. تطلع 9 على 4 أس 2 وأجيب قيمتها بعد كده عادي. ده أس فردي بيعمل حاجة في السالب ما بيعملش حاجة في السالب فبتنزل زي ما هي. تطلع السالب زي ما هو يبقى -2 على 3 الكل أس 3. مفيهوش أي مشكلة عادي جدا. تمام. تمام إن شاء الله. جميل. في أي حاجة تانية في الدرس هنا ما قلناهاش
لأ. تعالى نحل شوية أسئلة. مثلا جه بيقول لي 2 واي أس سالب واحد يعني إيه؟ أو بتساوي إيه؟ جيت قلت له عادي الاتنين دي ماليش دعوة بيها، مضروبة واي أس سالب واحد، ما هو واي ده بالنسبة لي قوس أس سالب، فأنا هعمل إيه؟ قلت أول ما بشوف أس سالب بشيله وأشقلب اللي جوه. طب اللي جوه لما يتشقلب يبقى واحد على واي، تبقى 2 في واحد على واي تطلع كام؟ 2 على واي. ممتاز. لو جيت قلت لك سالب 9 أس 2 بتساوي كام؟ هتقول لي سهلة، الاتنين ده أس زوجي يعني ما بيحبش السالب، وتسعة أس 2 يعني 9 في 9 ب81. سهلة جدا يا مستر. طب يلا بينا نكمل. جه قال لك لو أنت عندك 5 على 7 أس سالب واحد. الله، أس سالب واحد قلنا هنعمل إيه لما بنلاقي سالب في الأس؟ أشيل السالب وأشقلب اللي جوه. فلما تشقلب 5 على 7 تطلع كام؟ 7 على 5 أس واحد. وأس واحد يعني عادي ممكن مقدرش أكتبه، مش مشكلة. جميل. سؤال كمان قال لك 3 أس سالب 2. حلو. أول أنا جيت قلت لك لما تشوف في الأس سالب تعمل إيه؟ تشيل السالب وتشقلب اللي جوه، دي 3 تخليها تلت أس 2. تلت أس 2 هي تلت في تلت. ده ضرب كسور، فواحد في واحد بواحد، 3 في 3 9، يعني 3 أس 2 هي واحد على 9. ممتاز جدا. ناخد سؤال كمان. جه قال لك -5 الكل أس -4. أنا جيت قلت لك إيه من شوية؟ لما ألاقي في الأس عدد سالب بشيل السالب وأشقلب اللي جوه. لما تشقلب اللي جوه يبقى -1/5 أس 4. -1/5 أس 4. ونرجع تاني بقى لنفس الفكرة القديمة، ده أس موجب يعني ما بيحبش عدد سالب جوه، فده يطلع كام؟ 1/5 الكل أس 4، اللي هي 1/5 في 1/5 في 1/5 في 1/5 وهكذا. تمام. تمام جدا، اللي هتطلع نفس الصورة. طيب ناخد سؤال تاني. بيقول لنا إيه؟ حلوة أوي الحتة دي. بيقول لك -2 أس 10 نقط -2 أس 9 أكبر ولا أصغر ولا يساوي؟ قمت جيت قعدت أفكر شوية. ده زوجي يعني ما بيحبش السالب، يعني 2 أس 10. ده فردي يعني عادي ما عندوش مشكلة مع السالب، بتبقى سالب 2 أس 9. يعني ده عدد سالب وده عدد موجب. إيه علاقة العدد الموجب بالعدد السالب؟ أكبر منه دايما، أكبر منه دايما. ناخد سؤال تاني. جه قال لك 3/5 أس إكس ناقص الواي. أس إكس ناقص الواي بتساوي كام؟ لو أنت عارف إن الإكس بتساوي الواي. هو قال لك المعلومة دي. حلو. هو قال لك الإكس بتساوي الواي، يعني الإكس بتساوي الواي يعني حاجة بتساوي حاجة بتساوي نفسها. يعني لما أجي أطرحها من نفسها إكس ناقص واي تطلع صفر. وأي حاجة أس صفر قلنا بكام؟ بواحد. أي حاجة أس صفر قلنا بكام؟ بواحد. ممتاز جدا يا شطار. تعال نجيب لون اشتغل. جميل. يبقى أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. ونختم مثلا بالسؤال اللي بيقول لنا إيه؟ بيقول لك إيه أس -2 بتساوي نقط لو أنت عارف إن ال A بتساوي -3. فتعال نطبق القاعدة بتاعتنا. قلنا لما نروح نشيل رمز هنشيله ونحط مكانه قوس، وادي -2 اللي في الأس، والA ب-3 فندخل -3. يلا. المستر قال لي من شوية لما ألاقي في الأس عدد سالب فأنا بشيله وأشقلب اللي جوه القوس، فاللي جوه القوس هيبقى سالب تلت، وأشيل السالب والاتنين دي تنزل زي ما هي.
والاتنين تنزل زي ما هي. مستر جه قال لي لما تلاقي أس زوجي فبيحبش السالب، تبقى تطلع تلت أس كام؟ أس نص. تلت أس كام؟ أس نص. وتلت في تلت اللي هي تطلع من شوية زي ما جبناها 9. كده نقول إن الحمد لله الدرس الأول انتهى. الواجب بتاع حضرتك هيكون الأسئلة اللي موجودة في كتاب المعاصر صفحة 11 و12 و13 و14. يعني أهو نيجي كده، الواجب صفحة 11 12 13 14 أهي. تمام. تمام إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.